السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. في البداية حابب اعتذر لكم ان انا قطعت عنكم في الفيديوهات الفترة الأخيرة، ولكن والله العظيم كانت الظروف خارجة عن إرادتي. هنرجع تاني يا شباب نعمل لكم فيديوهات من اول وجديد، ولكن عايز تشجيع. لايكات الشباب بتشجعني وبتخليني استمر ان انا انزل لكم فيديوهات. الفيديو اللي لما بنزله ما بيجيبش عدد مشاهدات وما بلاقيش لايكات وتفاعل على الفيديو، صدقوني باكسد. عشان استمر معاكم شباب ادعمونا باللايكات. يلا بينا شباب بنبدا الفيديو بتاع النهارده. فيديو حلو جدا هوريكم حاجات عملناها جميله جدا، ولكن قبل ما اوريكم الحاجات الجميله ديت تعالوا اوريكم الحلويات. ما شاء الله، يعني حلويات ما شاء الله. شايفين الزغلول الجميل دون؟ زغلول طبعا شبه الام بالظبط، ما شاء الله، اصفر لون الام. ان شاء الله هيبقى زغلول بهلوان. ان الحمام ده بهلوان يا شباب، الناس عارفه طبعا ان حمام بهلوان ده حتى بالشال في السلاكه. شايفين يعني؟ ما شاء الله. اوري لكم برده على الطبيعه، الناس اللي بتحب ان هي تشوف الحمام البهلوان ان شاء الله. بس يا عمنا بس كفايه عليك كده، كفايه 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 يا سيدي، كفايه كفايه تمام كده. طيب ده ان شاء الله الزغلول ده هيطلع زي الاهالي ان شاء الله. الزغلول ده هيبقى شبه الام بالظبط، وهيطلع حمامه بهلوان جميله جدا. طبعا خدنا من الحمام النفاخ. حمام النفاخ حصه تاني يا شباب، اهوت نفاخ حمام النفاخ حصه تاني، ولكن انا حطيت له بيضه يعني مش بتاعته. حطيت له بيضه يعني مش بتاعته. حضرنا البيض بتاعه. طبعا الذكر ده شرس ما شاء الله. شايفين الذكر ده عامل ازاي؟ ده حنيه على فكره. الناس اللي عايزه تعرف الحمام الحنين، هو ده بقى الحمام الحنين. شايفين يا شباب؟ الذكر يبقى مش هيسيبك لو جيت يم العش بتاعه. طبعا حضرنا البيض بتاعه تحت الجوز الحنين دوت. شايفين بقى يعني حنيه بقى الحمام الاتنين، كل واحد واخد حصوايه ومحصي وراد عليها. شايفين يا شباب؟ اهو كل واحد واخد حصوايه. النتايه كانت واخده الحصوايه دي، والذكر واخد الحصوايه التانيه. وده بقى اللي انا عرفني الحمام عندي حنين ولا مش حنين. حمام حنين كمان بتلاقيه بيلحم العش. شايفين الزغاليل؟ الزغاليل بتاعتهم اهيت ما شاء الله. الحمامه دي هزاز مكي، يعني ديلها زي الحمام البلدي، وده هزاز هندي الديل بتاعه مروحه. جايبين الحمام بتاعه عامل ازاي؟ جايبين مروح اهيت ما شاء الله. يعني جايبين مروح الزغلولين فيهم شبه من الاب. طبعا حصهم وديا حاطين تحتها بيض الحمام النفاخ مخصب بفضل الله تعالى. تعالوا اوريكم بقى حمام النفاخ الزغاليل. طبعا كل 10 ايام قلت لكم احنا ممكن ناخد منهم حصى لو انت اشتغلت معاهم كويس. اي جوز غالي زي كده عايز تاخد منه كل 10 ايام حصى، قلت لك تعمل ايه. وهعمل لكم فيديو عن الموضوع ده كمان تاني بالتفصيل. جايبين يا شباب ما شاء الله تعالى ده الحصى، ولكن في حصوايه فكت والحصوايه التانيه ما فكتش. ده ما فكتش ليه؟ بسبب درجه الحراره الشديده. الحمام يا شباب بيحتاج درجه حراره 37 درجه حراره مئويه. درجه حراره في بعض الاماكن في مصر وصلت 50 درجه. وطبعا الزغلول بينسلخ او بيموت داخل البيضه. فلو حصل عندك الموضوع ده ما تقلقش، اعرف ان هو بسبب ارتفاع درجات الحراره. في اسباب كتير طبعا، ولكن يعني انا برجح ان السبب ان يكون طبعا درجات الحراره المرتفعه، لان الزغلول ميت شكله وحش. طيب هتقول لي انت ما شلتش البيضه ليه؟ هقول لك ما شلتش البيضه عشان الزغلول ده يريح عليها. يريح عليها ازاي؟ الزغلولين بيريحوا على بعض يا شباب. لما يكون في زغلولين بيبقى عكس بعض، فده بيريح على ظهر ده وده بيريح على ظهر ده. انا حاطط له البيضه ديت ليه؟ ما شلتهاش ليه؟ عشان الزغلول ده يريح على ده. زغلول حمام نفاخ لو تاخدوا بالكم. الشروال اهوت في رجله، اهوت الريش في رجله. ان شاء الله اوريه لكم لما يبدا ينمو كمان شويه. طيب تعالى بقى اوريكم انا عملت ايه مع الحمام. طبعا انا بدات احبس السلاكه ديت، ما كنتش بستخدمها لان انا بحب ان انا اربي حمام طاير. ولكن الفتره بقى اللي جايه هنحبس الحمام كله، لان احنا هنعمل شويه شغل في الغرفه. هنجيب طبعا طيور زينه كتير بفضل الله تعالى. هنهد العيون دي، هندخل السلاكه ديت هتبقى في الوش كده، والحديد دي هندخلها هتبقى في الاتجاه دون بالشكل دوت. هنحطها في الاتجاه دوت. وهنفتح شباك برضو هنا، هنشيل بقى العيون دي وهنحجز عليهم بسلك. وهنربيه طاير برضو، هقول لكم هنربيه طاير ازاي الفتره اللي جايه. حبست الحمام يا شباب اسبوع، الحمد لله تعالى الحمام كله حصه ما شاء الله. يعني الحمام كله، حتى الحمام اهوت اللحم الفرنساوي ما شاء الله تعالى محصي الحصويتين. كل معظم الحمام اللي انا حبسته ان شاء الله دولت بداوا ان هم يعششهم هم كمان. ودولت بداوا برضو ان هم يقفوا في الطاجن، بدأوا ان هم يعششهم. والحمام بفضل الله تعالى يعني اهم حاجه تهتم بالكالسيوم وتهتم بالفيتامينات، تهتم بالتحديق. الحاجات السهله والبسيطه ديت هي اللي بتخلي عندك انتاج. وده برضه حمام الكسخنجي اديناهم العين دولت وحبسناهم في العين دي. تعالوا اوريكم بقى سريعا الفراخ الهندي النمو بتاعها ما شاء الله تعالى، والفراخ الفرعوني النمو برضو بتاعها ما شاء الله تعالى. شايفين يا شباب الكتاكيت اللي احنا كنا جايبينها
عمر يوم مع بعض بقى شكلها ما شاء الله تعالى. مش باكلهم غير علف بس، انا مش باكلهم غير علف بس. الفيومه طبعا اللي طلع ديكين ودجاجه اهو شباب، دي البنت هي، وطلع ديكين الديك ابو عرف ده ودون طلعوا ديكين ودجاجه. وما شاء الله عندنا بقى الهندي اهو شباب، الهندي يعني اللي كنا واخدينه من اخونا الاستاذ باسم فرخ الابيض دون. ده عمر تقريبا دلوقتي شهرين، تقريبا دلوقتي عمر شهرين. كنا جايبينهم قبل العيد بيومين ثلاثه، يعني عمر شهرين ممكن نقول واسبوع تقريبا في الحدود دي. ودي الفراخ الوادي يا جماعه الخير، ناس بتقول صوتها مزعج، ولكن انا لحد دلوقتي الصراحه ما شفتش صوت مزعج لحد دلوقتي. يعني شفت صوت مزعج. كنا واخدينهم طبعا من اخونا احمد، كان عطوهم لنا هديه. ده الدجاج اهو شباب، الوادي او الفرعوني او الحبشي. ان شاء الله بقى هنعمل لكل جزء، يعني هنقسم الغرفه بتاعتنا وهنعمل لكل فصيل منهم، يعني كل فصيل منهم هنحجزه لوحده، وهنعمل له بيات سلك. يعني هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل سلك هنا على الحمام، هنحجز الاول الحمام في الاتجاه ده. الاوضه ديت يعني 7 متر، يعني مش اوضه صغننه، دي 7 متر. هنحجز في 3 متر ونص هنا على الحمام، ونبدا ناخد كل متر كده ونحجز بالسلك، كل متر ونحجز بالسلك، كل متر ونحجز بالسلك. هعمل لكم نظام جميل جدا، هنعمل لكم حاجات جميله جدا. هنعمل برضو طرقه هنا طوالي كده، هنظبط لكم الشغل ان شاء الله تعالى. خدنا بقى الزغلول النفاخ الجميل دون ان شاء الله تعالى، شايفين مرسوم ورقه وقلم الزغلول ده، مرسوم ورقه وقلم. الشروال بتاعه عامل ازاي، الزغلول الركب عامل ازاي، زغلول عالي ما شاء الله تعالى. وده الحمام الهندي اللي احنا كنا واخدينه من دول، اخوهم اهوت شباب، اخوهم اهوت. هنسيبه كمان يعني اسبوع ولا حاجه لما الريش الاصفر ده يبدا ان هو يختفي. هنبدا ان احنا هناخد الزغلول ده ونحطه مع الاهالي فوق. طيب دخلنا برضو الدكر دون، ده طبعا حمام غزار. خدنا الدكر ده حطيناه مع اليمام، لان انا لسه بصراحه مش عارف لحد دلوقتي الدكر من النتايه في اليمام. ليه؟ لان هم لسه ما كتموش، لسه ما اعتمدوش على نفسهم، ما بقوش ان هم بالغين ان هم يتجوزوا. في يمام فيهم لسه عليه ريش، فانا لحد دلوقتي مش قادر اميز الذكر من النتايه. فده ذكر، والحمامه دي برضو نتايه. اللي يولف معاهم يولف، هنسيبهم كده برضو شويه لحد ما نشوف مين فيهم هيولف على مين، ونبدا ان احنا نحجزه في عين لوحده. طبعا حاطط لهم الطاجن ده كمحفز ان هو يحفزهم طبعا على الانتاج. وريتكم السلاكه ووريتكم الزغاليل اللي عندنا. طبعا ما اتكلمناش على الحمام البلد النهارده، هوريكم برضو حاجات جميله هنعملها الفتره اللي جايه ان شاء الله. هنجيب دجاج فرعوني، وهنجيب اللامبرجيني، وهنجيب براهما، وهنجيب حاجات جميله جدا هتنبسطوا منها ان شاء الله تعالى الفتره اللي جايه. بتمنى شباب تشجعونا وتدعمونا باللايكات للفيديوهات بتاعتنا. شوفوا الشكر على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.